مرحبا أعزائي المشاهدين. اليوم رح نشوف مع بعض طريقة عمل متبل الباذنجان ومتبل الشمندر. أنا عندي هون 3 حبات باذنجان شويتهم، إذا بتحبي جوا الفرن أو أنا بحطهم من فوق كمان بينفع. عندي 4 حبات شمندر كبار أو بنجر، قطعتهم قشرتهم بعد ما غسلتهم وسلقتهم، ورح نهرسهم هلا مثل ما بنهرس البطاطا البوريه. عندي توم، طحينة، ليمون وملح. طبعا كل نوع رح يكون لحاله. هنستنى الباذنجان لا يبرد ونقشرها عشان تتقشر معاكي بسهولة وناخد اللبنة من جوا. يلا خلينا نبدأ مع بعض. بعد ما قشرنا الباذنجان رح نهرسه بهالطريقة. طبعا لازم تتركيه يبرد عشان يتقشر معاكي. بعدين رح نضيف له طحينة، عصير الحامض، الليمون والثوم والملح، بيكون جاهز. أطباقنا لليوم صارت جاهزة. متبل الباذنجان، بعد ما شوينا الباذنجان ضفنا له الطحينة والليمون والثوم والملح. طبعا بتزينيه بالرمان أو بقدونس، زيت زيتون. متبل الشمندر كمان بعد ما سلقناه هرسناه مثل البطاطا، وحضفنا له طحينة، ليمون وزيت زيتون على الوجه للزينة وملح. بتمنى انكم تطبقوا وصفاتي وتشاهدوني وتحكوا لأصحابكم عشان يستفيدوا. صحتين وعافية.